في جراج قديم في وسط المدينة. الكلب البيتبول القوي وابنه الصغير كانوا بيشتغلوا بكل حماس، بيصنعوا مركب غريب من شرائح البطيخ. لابسين هدومهم المقطعة مليانة تراب ودهن، بس الابتسامة ملياه وشوشهم. عدى من قدامهم قط أسود لابس بدلة شيك وابنه لابس طقم أغلى، وبصوا عليهم بضحك وسخرية. الابن البيتبول عينه دمعت، بس أبوه مسح دموعه وقال له استنى بس هنفرجهم. جاب شاحنة كبيرة وحط فيها المركب وراحوا على البحر. هناك استأجر معدات غوص ونزلوا أعماق البحر لحد ما لقوا حطام سفينة فيها كنز ذهب ومجوهرات. رجعوا فوق وابنه حضنه من الفرحة. لحظة، لو فرحت علشان الكلب بقى غني اعمل لايك وكومنت لو عاوز قصة معينة. وبعد كام يوم رجعوا لنفس المكان لابسين بدل فخمة جدا. القط وابنه اتصدموا وهم شايفينهم، والبيتبول الصغير شاور عليهم وضحك بنفس الطريقة.